مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل البسيمة. تعالوا نشوف المقادير. كوبايتين جوز هند ناعم، حوالي 120 جرام. 3/4 كوباية دي سميد اللي هو السيمولينا، ده 125 جرام. ده رقم 2 اللي هو متوسط، مش ناعم قوي ولا خشن قوي. 85 جرام زبدة صناعي او ممكن زبدة طبيعي او سمنة، دول تقريبا تلت كوباية. حوالي نص كوباية مية او ممكن بدلها لبن او خليط من اللبن والمية. نص كوباية سكر، يفضل السكر الناعم ده. معلقة واحدة زبيب، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة بيكنج صودا. بالنسبة للشربات او الشيرة، نص كوباية مية عليهم كوباية سكر، وحوالي نقطتين 3 ليمون. ممكن احط عليها فانيليا او ماء زهر، دي معلقة كبيرة. في الاخر خالص هزوقه باي نوع من انواع المكسرات مع زبيب وجوز هند خشن. تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة هعملها هجهز الشربات. هحط السكر كله كوباية وعليها مية الورد، طبعا ممكن نحط فانيليا او قرفة، واحطها دلوقتي على النار. اول ما تغلي احط الليمون على طول واسيبها لمدة 5 دقايق. في نفس الوقت انا جهزت الصينية، حطيت لها ورق زبدة. الاول دهنت الصينية بشوية زبدة، حطيت عليها ورق الزبدة وبعدين دهنتها تاني. لو احنا ما عندناش ورق الزبدة ممكن ندهنها بطحينة، بلاش نرش عليها اي نوع من انواع الدقيق. بعد كده هبتدي اخلط جوز الهند مع دي السميد والسكر والزبيب. بالنسبة للزبدة حاول اسيحها الاول قبل ما احطها في الميكروويف. بعد كده احط بيكنج باودر والبيكنج صودا، اقلبهم الاول قبل ما احط السمنة او الزبدة. بعد كده احط السمنة. قبل ما احط المية هولع دلوقتي الفرن على 350 فahrenheit، يعني تقريبا 180 درجة مئوية، عبال ما اخلط المقادير يكون سخن. هبتدي دلوقتي اخلط المقادير بايدي وابتدي اضيف المية لحد ما تبقى عجينة متماسكة. الاول طبعا اقلب الزبدة كويس وبعدين ابتدي اضيف المية، وعلى طول انقلها في الصينية وابتدي اوزعها في الصينية كده، وعلى طول احطها في الفرن. هتقعد تقريبا من 40 ل 45 دقيقة لحد ما الاقي الوش احمر. زي ما احنا شايفين البسيمة استوت، خدت تقريبا 35 دقيقة في الفرن. هي دلوقتي سخنة، والشربات برضو انا سخنته، لازم يكون بيغلي. على طول هسقي البسيمة بالشربات. هسيبها شوية تتشرب وتهدى خالص وبعد كده اقلبها، ما اقلبهاش وهي سخنة. هي كده تقريبا هديت. هبتدي دلوقتي اقلبها وازوقها. وارش عليها المكسرات. وتتقدم بالشكل ده. حاولوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.